وزير التضامن الاجتماعي دكتور أحمد البراعي قرارا رسميا بحل جمعية الإخوان بشكل نهائي. وكان المتحدث باسم وزارة التضامن هاني مهنا قد صرح بأن قرار رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات جاء تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، كما أشار إلى أنه وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل، وإذا لم تحدد الجمعية ذلك فإن أموالها تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا زميلة سارة متولي مفادة التلفزيون إلى وزارة التضامن. سارة، بعد التحية، ما هي تفاصيل قرار حل جمعية الإخوان الذي أعلنه وزير التضامن؟ يعني محمد، في البداية يمكن القول بأنه إسدال الاستطارة على نشاط جمعية الإخوان المسلمين وفقا لما أعلنه كما ذكرت في الخبر الدكتور أحمد البراعي وزير التضامن خلال مؤتمر صحفي انعقد في 11:15 من صباح اليوم. تضمن القرار حل جمعية الإخوان المسلمين إضافة إلى وضع إبغالها تحت إشراف لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء. يعني دعني أوضح أن هذا القرار جاء تاليا ببعض الخطوات. الخطوة الأولى هي وجود مخالفات قانونية بشأن الجمعية تم إحالتها للجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، منها لجوء لجوء أعضائها للعنف، وذلك وفقا لبيان الوزارة. استخدام المقر لتخزين السلاح واطلاق الرصاص الحي من مقر الجمعيه. هو ما ترتب عليه قيام الوزاره باستدعاء القائمين على الجمعيه، لكنهم تغيبوا عن الحضور لعده مرات، وبالتالي اصبح لها الحق في حل الجمعيه. الخطوه التاليه وهي الحكم الصادر في 23 من سبتمبر الماضي، حكم قضائي يقضي بحظر تنظيم المسلمين وحظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. إذا سارة قرار وزير، إذا سمحتي سارة، إذا قرار وزير التضامن الاجتماعي جاء هذا بناء على وصول صيغة الحكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي من محكمة الأمور المستعجلة. تمام، ده حدث بالفعل، وبالتالي الذي ترتب عليه هذا المؤتمر وهذا التصريح بحل جمعية الإخوان المسلمين.